أهلا بكم في قناة المحتوى الأصلي. خلاص باقي أيام معدودة على أفضل شهر في السنة، شهر رمضان، الشهر اللي كلنا بنستناه. والنهاردة جايب لكم قائمة مسلسلات منصة شاهد. وطبعا كلنا عارفين إن منصة شاهد من أفضل المنصات المنتجة للأعمال الدرامية. بس قبل ما نبدأ عاوزك تصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وتنزل تعمل لايك للفيديو علشان نكبر مع بعض. ولو أول مرة تسمعني يشرفني اشتراكك في القناة عندنا. وأول عمل معانا هو الأجهر. مسلسل الأجهر بطولة الفنان عمرو سعد بيرجع بيها بعد تألقه من الموسمين اللي فاتوا اللي كان مكسر الدنيا معاهم على منصة شاهد. مسلسل الأجهر بيدور أحداثه في منطقة شعبية، منطقة الدرب الأحمر. أحداث المسلسل درامية. بيتقتل أبو عمرو سعد في أول المسلسل، وبعد كده بيهرب لكينيا، وبعد فترة بيرجع عشان ياخد حق أبوه من اللي قتلوه. والمسلسل من بطولة عمرو سعد ودرة وسيد رجب وعمرو عبد الجليل واحمد السباعي وخالد زكي وسارة سلامة وعارفة عبد الرسول واحمد صفوت واحمد مجدي ونور النبوي ومصطفى ابو سريع وعمرو عبد الجليل ومحمد جمعة ومحمود أبيل. المسلسل من تأليف ورشة ملوك، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج ياسر سامي. وندخل على المسلسل التاني، وهو مسلسل المداح الجزء الثالث تحت عنوان أسطورة العشق. وطبعا عندنا كلنا خلفية عن مسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال، اللي بيرجع بجزء ثالث بعد طلب الجمهور منه انه يكمل. وزي ما احنا عارفين ان الشيخ صابر المداح بيحاول يحارب الناس اللي عايزة تقف في طريق الخير اللي بيقدمه الشيخ صابر المداح للغلابة. وبرضه الأحلام بتاعت الشيخ صابر المداح بتقربه من كل حل مشكلة بيقع فيها، وإن أي فك أي عمل بيقع قدامه. والمسلسل هيكون من بطولة النجم حمادة هلال وهبة مجدي وخالد زكي وخالد سرحان وحنان سليمان وأحمد ماهر ولوسي وسلمى أبو ضيف ويسرى اللوزي ومحمد مهران ورانيا فريد شوقي ومحمد رياض. المداح من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إنتاج أحمد السمان وإخراج أحمد سمير فرج. وندخل على ثالث مسلسل معانا، وهو مسلسل كامل العدد. مسلسل كامل العدد بطولة النجمة دينا الشربيني. دينا الشربيني اللي الفترة الأخيرة بتعمل أدوار الناس كلها بتحبها ومتألقة فيها. مسلسل كامل العدد بيدور أحداثه في مشاكل السوشيال ميديا والهاكر ومشاكل اجتماعية بتواجهها دينا الشربيني، وخصوصا إن السوشيال ميديا الفترة الأخيرة والطاقة السلبية اللي عليها. والمسلسل عامل إرشادات لتجنب مخاطر السوشيال ميديا. والمسلسل هيكون من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وتميم عبده ومصطفى درويش وآية سماحة. والمسلسل من تأليف يسري طاهر ومن إخراج خالد الحلفاوي. والميزة في المسلسل ده إنه هيكون 15 حلقة بس. ورابع مسلسل معانا هو مسلسل جعفر العمدة. ناس كتير فاكرة اسم مسلسل محمد رمضان الجديد العمدة، لكن المسلسل اسمه جعفر العمدة. وطبعا بيعود تعاون النجم محمد رمضان مع المخرج والمؤلف المتألق محمد سامي، وكان آخر عمل ما بينهم مسلسل البرنس اللي كان مكسر الدنيا في موسم رمضان اللي قبل اللي فات. وطبعا عملوا مع بعض مسلسل الأسطورة اللي برضه كسر الدنيا، وكأن في تميمة نجاح ما بين النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي. يا ترى هنشوف نفس النجاح ده في جعفر العمدة ولا لأ؟ بيدور أحداث المسلسل إن المعلم جعفر العمدة اللي متجوز 4 ومخبي على واحدة منهم إن ابنها مات وهيظهر بعد 20 سنة وهو شغال في المقاولات. المسلسل من بطولة محمد رمضان وزينة وهالة صدقي ومي كساب وإيمان العاصي ومنى فضالي وبيومي فؤاد وأحمد داش وعصام السقا وأحمد فتحي. المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإنتاج سعد جوهر ومن إخراج محمد سامي. وخامس مسلسل معانا وهو المسلسل الأخير في قائمتنا النهاردة هو مسلسل تغيير جو. تغيير جو بطولة منة شلبي اللي بتعود بيه بعد أزمتها الأخيرة. بيدور أحداث المسلسل حوالين درامي ورومانسي، ومنة شغالة مهندسة ديكور وبيقابلها صعوبات كتير في حياتها اللي بتحاول تتخلص منها. ومعانا النجم كمان إياد نصار اللي هيحبوا بعض في المسلسل وهيساعدها كتير في الأزمات اللي بتقع فيها. المسلسل هيكون من بطولة منة شلبي وإياد نصار وأحمد مالك وشيرين وماجدة زكي وميرفت أمين. المسلسل من تأليف منة شيمي ومن إخراج مريم أبو عوف. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. وطالما لسه بتسمعني لغاية دلوقتي ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة وهيوصلك كل جديد. سلام.